السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وفقرة تمغربيت الديار الأسترالية. بالديار الأسترالية. اليوم عندي لك واحد الخبر جميل. مرحبا سي مصطفى، مرحبا. توصلنا بواحد الرسالة من عند الجالية المغربية المقيمة بنيوزيلندا عن طريق نيابة عن جميع الإخوة اللي تما. واحد الأخ اللي هو من المتتبعين الأوفياء ديال هذا البرنامج الهادف والنبيل اللي سميتو عبد السلام، كنقدموا ليه التحية وللمجموعة كاملة مشرفين ديال الجالية بنيوزيلندا. مرحبا. فبغينا نصيفطوا لهم واحد ديديكاس خاص. مرحبا على الراس والعين. تحية لجميع متتبعي ومتتبعات برنامج إطلال على مغاربة العالم وفقرة التمغربيت بالديار الأسترالية. شكرا لجميع الإخوان اللي كيكتبوا التعاليق في حقنا زوينين. الله يجازيكم بخير والله يكثر من امثالكم والله يصلح لكم الوليدات ديالكم. وحنا راه دائما كنقراو التعاليق وكنشوفوا الإخوان من جميع أنحاء العالم يعني تيكتبوا داكشي. يعني هذا فخر لينا هذا. نعم. يعني باش كيشجعك الإنسان كتزيد مازال دير واحد المجهود باش دير شي حاجة أحسن. وكنتمنوا ان شاء الله التوفيق في المستقبل. غير هاد الايامات، هاد المده ديال الغياب، نعم، راه بالنسبه لي انا كنت في عطله في المغرب، يلاه التحقت تقريبا واحد الاسبوع هادي باش جيت. نعم. وكنتمنى الاخ مصطفى باش تاح لنا شي فرصه. نعم. نزوروا بعض المتتبعين هنا في ديال استراليا بحال سيدني، بيرث، ولا نيوزيلاند. الا تحتنا فرصه شي فتره ديال حسب الظروف ديال العمل، كانت شي فتره ان شاء الله باذن الله نحاولوا ما امكن غنديروا واحد الجوله الى كتب الله ان شاء الله باذن الله. ونحاولوا ما امكن نزوروا دوك الاخوان الى توفقنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. وهذا صراحه راه واحد الشيء اللي هو جميل، خاصه انك تعرف في المواقع التواصل الاجتماعي كثير من الناس ما كيعرفوش علم النفس ديال التواصل الاجتماعي. يعني الناس غير شادها وكتقلقل على قبل هذاك الادساس، على هذاك عماهم. فالحمد لله بعد البرنامج ديالنا الناس ولات كتهافت من وراه. علاش؟ على قبل هذيك فيه شي حاجه طبيعيه، ما كاينش لا زواق لا تحضير لا والو، داكشي وشي حاجه بلديه اصيله. وهاد الناس اللي تيكتبوا هاد التعاليق السي مصطفى، الناس راه واعيين وعارفين اش يديروا. ولاد الاصل، لا بلا ولاد الاصل، الناس عارفين، الناس واعيين، عارفين الحاجه اللي كتشاف والحاجه اللي ما كتشافش. هاد الناس راه مثقفين. نعم، عارفين الحاجه اللي غادي ياخذوا منها واحد فائده، وعلى الاقل واخا فائده وحده. راه دابا واحد كيكمل الواحد. نعم. حنا اللي البرنامج ديالنا علاش كيختلف على دوك الناس ديال البرامج اللي كاينه في المواقع التواصل الاجتماعي، وهو هذوك الناس كيعيشوا في الافتراضي، ولكن من كينزلوا في الواقع كيحصلوا. حنا شادين الواقع وحاطينه ليهم في الافتراضي. علاش؟ غير باش نقولوا لهم الرجوع الى الاصلي. اصلا اكون انت، ما تكونش غيرك. هذيك التمثيليات راه ما كتدومش، راه كتاخذك لواحد الطريق اللي هو مسدود. علاش ما تكونش يعني هكذا متفتح ويعني وعرف كيفاش تتواصل مع الناس، تعرف كيفاش وهذيك العفويه توصل الرساله للناس. نعم. وهذيك فالناس كثير كيعرفوا دابا، بداو ولاو كيعرفوا الحمد لله اننا راه في البرنامج راه عندنا رسائل، وهذيك الرسائل الحمد لله راه الناس كيتجاوبوا معها. هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. راه تيقول لكم على الاخ مصطفى واحد المثال: كم شنحل احسن من شويه دبان. راه ديك الشويه ديال المتتبعين ديالنا، ولكن راه فيهم الكفاءات وفيهم الناس مثقفين وفيهم الناس واعيين وفيهم الناس كيعرفوا اشنو كيشوفوا. نعم. خصك تعرف اش كتشوف. نعم. ماشي تشوف اللي لقيتي كتشوف، لا، شوف داك الشيء اللي غتستافد منه ولا غادي يذكرك شي حاجه اللي هي مرت هذه زمان. نعم. نعم. وخاصه هذا هو الهدف اللي قلنا اليوم. حنا كنبشوا في هذيك الذاكره الحيه والخصبه في ان واحد اللي بدات كتنقرض، ما بقاتش اذا حنا شنو الهدف ديالنا من هذا التمغربي؟ الهدف ديالنا وهو كنقولوا للناس حنا كنبشوا في هذيك الجوهره المغربيه. يعني الطقوس ديالنا ديال المغرب والطقات الاصيله اللي دابا الناس بدات كتفقدها وكيحسب حيت ما كيعرفوش القيمه ديالها.
هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى، وشكرا للجميع. شكرا. تحيتي، هذا تحيه خالصه من عند الاخ استاذ مصطفى وسي موسى، جميع المتتبعين ومتتبعات البرنامج، وكنتمنى التوفيق للجميع والله ييسر للجميع، وديروا مع الاخ مصطفى الله يطولنا في عمره باش كيداوم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. كنشكروا جميع الاحباب في اقطاب العالم. وكنقولوا لكم ان شاء الله راه غادي نديروا لكم واحد الحلقه خاصه ان شاء الله من الطبيعه، غنديروها لكم من الطبيعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله غادي نوجدوا لها، رغم كاينه شويه ديال الحراره، ولكن غادي نحاولوا ان شاء الله نديروا واحد المجهود باش نديروا شي حاجه جديده عاوتاني، شي حاجه جديده ان شاء الله. ان شاء الله. اذا كان معكم مصطفى الزطاطي الادريسي، شيبو موسى من الديار الاستراليه اديلايد. تبارك الله عليكم. تحياتي. ايوا سي موسى، وسيدي راه الحلبه راه بانت. بانت. كي جاتك رفيسه سي مصطفى؟ الله يعطيك الصحه. راه ما شاء الله تبارك الله. عرقنا الخوت. تيقول لك تعشى وتمشى، لا تعشى وترقدوا. صافي عرفتي طقنا والله العظيم، خاصنا شي براد ديالها ان شاء الله نهضموا به شويه. ايوا بالصحه والراحه، الصحه والراحه سي مصطفى والاخوان كلهم صحتهم. هذا شي حاجه طبيعيه بالنسبه للمغاربه، معروف عليهم الكرم وحسن الضيافه، هادشي معروف على المغاربه. فين ما مشيتي المغاربه هما الطبع ديالهم. الناس الاجانب معترفين بها، دوك الاشقاء ديالنا معترفين بالمغاربه بان دار الكرم. والحمد لله. بلا دار الله يخلف ما عمرها تخرب، ديما فيها الخير موجود. الحمد لله. ايوا اذا نتمنى ان هذه الحلقه هذه تنال الاعجاب ديالكم، والى لقاء اخر. قبلوا علينا، قبلوا ولا كان شي حاجه ماشي هي هذيك بانت لكم ماشي هي هذيك، كومونتير قول لنا ودير حاجه راه ماشي هي هذيك، التعليقات ديالكم باش نصلحوا، لكن من نصلحوا مستقبلا ان شاء الله. تحياتي للجميع. يلا تحيه.